الفيديو ده انا بعمله بناء على طلب كذا ولادها بيتعالجوا معايا سواء بنات ولا اولاد، بيتعالجوا من حمى البحر الابيض المتوسط، بيتعالجوا من روماتويد صبوي، بيتعالجوا من تيبس فقاري صبوي، بيتعالجوا من صدفيه صبويه. وهو موجه في الاساس للمدرسين والاداريين في المدارس عشان اعرفهم بعض الحقائق عن الامراض الروماتيزميه والامراض الالتهابيه زي حمى البحر الابيض المتوسط. النهارده هكلمكم على الروماتيزم والمدارس. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. عايز بعض الحقائق كده اقولها لمديرين المدارس والاساتذه الافاضل المعلمين عن الامراض الروماتيزميه وبعض الحاجات اللي ممكن تفيدهم في التعامل مع الاطفال اللي عندهم هذه الامراض. اول حاجه ان الامراض بتاعتنا ممكن تقوم فجاه، وبالتالي ممكن جدا الطفل يصحى من النوم مش قادر يدوس على رجله، عنده نوبه شديده من حمى البحر الابيض المتوسط، عنده ارتفاع شديد جدا في درجه الحراره، وبالتالي الامراض دي بنسميها unpredictable، لا نستطيع التنبؤ بامتى هتنشط، وبالتالي لازم يبقى هناك تفهم تام للسيك ليفز او الاجازات المرضيه للطلبه اللي بيعانوا من هذه الامراض. تاني حاجه، القاعده العامه ان الطفل غالبا لما بيبقى المرض تحت السيطره بيقدر يعمل كل حاجه، لكن الافضل ان احنا ما نتكش على المفاصل، فما ينفعش يبقى الفصل بتاع طفل عنده روماتويد صبوي او حمى بحر ابيض متوسط في الدور السادس بيطلع السلم دي كلها، او ان الشنطه تكون تقيله جدا، او يكون في الرياضه في حاجات عنيفه. وبالتالي بنحاول دايما نقلل الضغط على المفاصل. ونفس الحكايه بالنسبه للكتابه، الاقلام ممكن تبقى تخينه شويه، نحاول ان احنا ندي مساحه اكبر من الوقت للاطفال دول. تالت حاجه هو ان النفسيه بتاعت الطفل مهمه جدا 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 في علاج هذا المرض، وبالتالي لابد من ان احنا ناخد اجراءات. وطبعا ده بيبقى مع كل الطلاب، احنا بنقول مع كل الطلاب بس بالذات في المرضى بتوعنا الافضل ان النفسيه بتاعتهم دايما تبقى في ارتفاع، فما نضغطش عليهم من ناحيه النفسيه والعصبيه، وانتوا فاهميني كويس اقصد ايه. اخيرا، كل ام وكل اب عندهم طفل عنده امراض روماتيزميه لازم ياخدوا تقرير من الدكتور المعالج ببعض التوصيات وبالتشخيص عشان يوجهوه للاداره المدرسيه. ودمتم سالمين.